سامي قمصان، وقد ايه الراجل ده محترم جدا جدا جدا. يعني كان ابراهيم فايق مستضيفه امبارح. ابراهيم فايق طبعا صحفي ومذيع شاطر، وبيحاول ان هو ياخد معلومة عشان ينجح اللقاء يعني. ف لكن سامي قمصان يعني، يعني ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، ما بيطلعش ولا حاجة. يعني في أضيق الحقوق، حتى موضوع موديست سأله مرة واتنين وتلاتة وهو مش عايز يقول. يعني هو مش عايز يقول ان هو فعلا صفقة فاشلة، علشان يعني الموضوع بيشمل كولر، وبعد كده بيجي بمجلس الإدارة. لكن هو في الأساس كولر، لأن كولر كان متمسك بيه، ومجلس الإدارة يعني طالما المدير الفني متمسك بيه هيجيبه. فطبعا سامي قمصان ما حاولش ان هو يعني ابراهيم فايق كلمه مره واثنين وثلاثه، وهو مصمم لغايه في الاخر قال لا، هو كسامي قمصان او كمدرب لا، مش مقتنع بيه. فطبعا كل الاحترام والتقدير برضو سيد عبد الحفيظ ما شاء الله عليه، ما بيطلعش كلمه، عارف يعني ايه مسؤوليه، وعارف يعني ايه ان هو كان مسؤول في النادي الاهلي. فهم دول فعلا اللي بيحافظوا على النادي الاهلي حتى بعد ما يخرجوا من النادي الاهلي، ودول اللي بيرجعوا تاني وبيرجعوا بشكل طبيعي جدا، وهيرجعوا في مناصب تانية، مش شرط بقى مدرب.